ناس يقولون انها للظلماوي وناس يسندونها الغير. يعني عن القهوة؟ عن القهوة يوم انه يقول لها صايدة او كذا او كذا. طيب هذا طال عمرك ما هي للظلماوي. هذه طال عمرك العلوش بن ضوير من عنزي. علوش بن ضوير؟ اي نعم من عنزي. شيخ الغضاوري من عنزي. من ولد سليمان. من نعم. جرنا سالفتها. سالفتها طال عمرك عند ابن رشيد. ويوم انه دارت القهوة ووصلته واخذ الفنجال واقبل عليه وهو ينز واللي بعين الامير يشوفه. اي وهو يكبه هم ثلاثة مكبه بلثمته. اي نعم. اي ما شربها. قال له يا ابن ضوير تكب الفنجال. قال يا طويل العمر انا ممنوع عن القهوة. قال غير هالكلام. قال غير هالكلام القهوة صايدة. قال صايدة؟ قال نعم. قال جيبوا الصينية. جابوا الصينية. كبوا والمباهير على المطابيخ على المصافي الزبدة لقوا عيب القهوة. لقوا فيه عيب؟ اي نعم. لكن ما لقوا عيب الا بالاخير افتكر. اي نعم بالاخير. لقوا العيب الطريفة لقوا العيب. والله اللي يستاهل القهوة. قال خذوا بن ضوير وحطوه مكان خاص. خذوه وتسمع. قال يلا يا القهوة الحين احمس 3 حمسين نية وحرقاني ومستوية. ويوم انهن ذهبن ودقهن ولقمهن ويحط معهن حبات شعير من وجه. قال جيبوا بن ضوير. امتحان. امتحان. جيبوا علوش بن ضوير. يوم جاء قال صب القهوة. يقول يوم مدلوه وشفه. قال وش تقول بالقهوة يا بن ضوير؟ يا مراتيه برقش بن طوالة. قال يا طويل العمر خلوا يشرب أول فنجال وثاني فنجال حتى يعرف وش بعد. لا تعجلوا. قال هذا شمه قبل ما يذوق أعرفه. بس من الريحة. قال منو هذا؟ يقول انت بن ضوير. قالوا هذا برقش بن طوالة استقل صغير سن. قال والله نعم يا برقش اللي ما أعرفه بأول مرة ما أعرفه بتالي مرة. يقول اي نعم. القهوة طال عمرك ان قلت حرقاني وان قلت نجضاني وان قلت بهنياي وبحبة 100 حبة قهوة. قال وشي؟ قال يا طويل العمر ما علم الغيب الا الله وانا طالبك تالية. قال تستاهل القهوة. تكلم طال عمرك الذويبي بقصيدة. تستاهل الكيف الحمر يا بن وايل وانت الذي تستاهل الكيف كله. يلي عرفته وسط ديوان حايل لولاك يا علوش ما حد انفطل له. بدلال من يجعد صغى كل عايل. الضيغم يمغنى اليدين المجله. الضيغم يمرد المهارة للصايل يا من قطع بساقته من سجله يا بن ضوير. ما بها قول قايل تستاهل الفنجال. يجا محله يناقد الفاقد بعرف الدلايل. يريف هجن والمزاهم مخله. ربعك بني وايل خيار القبايل مثل الجبال الراسيات المظلة زبن الدخيل اللي يتولاه عايل الخيل الجيش دونه والرمك مرد فله. كفو والله. نعم عبيد الرشيد شاعر وشيخ وفارس. كله قال على الوفا مع الخوي. مع الخوي. يقول طلبت ربني يعلم السر والغيب سبحانه. يقبل صلاة اللي ويقبل صيامي ويجعل لنا عرض النزيه عن العيب ويفكنا من شر سوى لفهامي وبنادم من الخطا والعذريب. لو ما فعل ترمى عليها التهامي. فبعدت نفسي عن شبه الشك والريب ولا حسب يلقون العرب بي كلامي. ربعي لقوه بيعقب شي بعذريب تسطير كتب مفسرين الحلامي. قلت أخبروني يا ملوش والعيب قالوا على ساقت رفيجك تحامي. قلت هذا عيب ومن قديم لنا عيب متورثينه من خوال وعمامي. العيب ترك المعرضة بالمواجيب ولا الخوي فزعته مال لامي. خوينا من اجدع للقصصيب يجبر بنا له كثير العظام متعلين. عدوا على الشناخيب راس حيدن نايف ما يضامي والشر ما نسعى. الجرة بتجريب وندري اللي هبت لنا بالولامي. هذه قدايمنا اللي عد والطيب وكل يريع الفعل هلها القدامي يوم الوغى. ما نستشير الزواريب يا طار سود العيون الثامي مركاضنا يشبع بها الطير والذيب ونروي مع طيش السيوف الضوامي. نلحق على سرد نجنك جناديب ومطرقت يذهب ريش النعام يتلون ابو
بند الربيع الرعبيب يلي على خيره تعيش اليتامى يعاش راس معذب الكنس النيب حريبنا ما يهتني بالمنام يغنوبها يا راس بين العياديب نقص مصر للشام لديار يامي. أفكر ولا نومان حسيني يا ساب زي ليلة تقربنا اللينا يواه جنب الصدر لو عنه تدري لو العسل في مربط ما تبينه باسر على حوض المنايا بتردين يسهج قطعة كل شلف سنينه عساس منها يا جوادي تعتقين حمر النومان الحسيني خدينة تسوى مطارد تالي النوم والعين تسوى مطارد ما حل النوم عينه انطح بها المجبل وفك المتلين وانا عليها دور ربعي رهينه انطح وجيهم بالملاقة غثيثين وانا عليها دور ربعي رهينه انطح وجيهم بالملاقة غثيثين يوم بهالديان ينظر بدينه صار الكلام وحلبه قضية الدين توقفوا والجمع عزل سمينه وقلوبهم بالغيظ كله مشاحين والكل يرفع صار من في يمينه والخيل بالفرسان مثل الشياهين والموت حق والسبايا رزينه يما نطحنا شاربين الغلوين لعيون من يزهى وشامه جبينه لحتالي ليلة الغزو ماشيين لحتالي كلمتين ثمينه كلمة خفوا والناس ما هم دارين هذا ما قال نومان حسين.